أهلا بيكم في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم فطاير روعة. شايفين شكلها حلو ازاي وريحتها قلب الدنيا. هنعملها بطريقة سهلة جدا وتنفع بقى معانا فطار عشاء غدا أي حاجة. شايفين الحشوات مختلفة ازاي وطعمها جميل جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنعمل منها بقى اللي باللحمة المفرومة واللي بالجبنة واللي بالزعتر. شايفين الزعتر حلو ازاي، تفتح النفس مع كوباية شاي كده جميلة. هنبدأ أول حاجة كوباية مية دافية. طبعا حفظتوا خلاص الخطوة دي معانا. معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة، معلقة كبيرة خميرة فورية، وهنقلبهم كويس. طبعا عشان نختبر الخميرة شغالة ولا لأ هنغطيها ونسيبها نص ساعة حسب حرارة الجو لحد ما الخميرة تبدأ تشتغل. هنا أنا استخدمت 7 كوبايات ونص من الدقيق متعدد الاستعمالات. هنضيف عليه الخميرة بعد خلاص ما عملت الفوم ده. نقلبه كده تقليبة خفيفة. طبعا الفطاير دي هتعملوها وهتحسوا انها طعمها لذيذ جدا جدا. وازاي احنا عملناها في البيت. هنضيف معلقة كبيرة من الملح، نص كوباية من الزبادي، 3 كوبايات من المية تكون دافية. ونبدأ بقى نعجن واحدة واحدة كده معانا. انا بعجن بالايد عادي مفيش اي مشكلة، لو عندنا العجان ممكن نستخدمه. طبعا انا بخلي دايما معايا كوباية مية كده احتياطي، وابدأ اضيفها شوية شوية حسب نوع العجين. هنشيل العجينة من البولة ونحطها على الكاونتر كده ونضيف عليها ربع كوباية من الزيت. ونبدأ نعمل العجينة كده مساج بالراحة لحد ما الزيت يبدأ يختلط بيها. شايفين لحد ما العجينة تنعم معانا، ما بتاخدش وقت في العجن. هنرجعها مكانها تاني ونغطيها وهنسيبها تتخمر لمدة نص ساعة حسب حرارة الجو عندنا. لو الجو بارد ممكن نسيبها أكتر. شايفين اتخمرت ازاي والعجينة طرية زي ما حضراتكم شايفين كده. هنجيب صينية ونرشها بالدقيق ونبدأ نعمل العجينة على شكل كور. هو ده الحجم اللي أنا عاوزاه. ما تستصغرهاش بعد كده هتكبر. هتشوفوا في الآخر إن شاء الله. خلصنا كل الكور كده تقريبا. هنغطيها ونسيبها برضو لحد ما ترتفع لمدة نص ساعة. ده بتسهل معانا عملية الفرد، بتبقى العجينة خمرة. هنا اللحمة المفرومة هنضيف عليها معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص كوباية من الزيت، كوباية من البصل المفروم، ربع كوباية من الكزبرة الخضراء. ونبدأ نقلب الخلطة الحلوة دي. دي حشوة الفطيرة اللي باللحمة. طبعا تطلع ريحتها حلوة جدا. هنا العجينة خمرت اهي. هنبدأ نشكل أول واحدة. نرش الدقيق. شايفين العجينة هشة ازاي وطرية. منسيبهاش تخمر زيادة عن اللزوم. نرش رشة دقيق. نبدأ نفرد كده بالراحة خالص. أنا عاوزاها الشكل ده اللي هو البيضاوي كده شوية. بس هنفردها شوية عشان نقدر نقفلها. هنعمل واحدة كمان نفس الطريقة. هنبدأ نشيل الدقيق من على الوش بفرشة عادي. نحاول ننضف حواليها كده زي ما حضراتكم شايفين، ونسويها كده على الشكل البيضاوي. وبعدين نحط حشوة اللحمة ونفردها. دي بقى لا هي مناقيش ولا عيش بلحمة، فطاير كده مختلفة طعمها لذيذ جدا. هنبدأ نتني الطرف كده، نطري ونتني الطرف التاني.
وهنقفل من الجنب بالشكل كده، والناحية التانية هي كده جاهزة. التانية هنعملها بنفس الطريقة، ونقفلها ونشيلها. طبعا انا حطاها في صينية على ورقة زبدة، وهدهنها ببياض البيض مع نقطة نسكافيه. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شكلها حلو حتى وهي نية من قبل ما تدخل الفرن. جهزوا بقى كوباية الشاي عشان نبدأ ندوقها كده. طبعا احنا هنرش عليها اي حاجة احنا بنحبها، سمسم، حبة بركة، زي ما اتعودنا، اي حاجة احنا بنحبها. ممكن نحط زعتر، انا هنا هرش سمسم بيديها طعم لذيذ. ودلوقتي في المرحلة دي مش هنحتاج تخمير تاني ولا حاجة، هندخلها على طول الفرن على درجة حرارة 200، بتقعد حوالي تلت ساعة. هنا بقى الحشوة التانية زعتر مع زيت زيتون. شايفين الزعتر بيبقى فيه سمسم اوريدي. هنبدأ نجهز بقى فطيرة الزعتر. شايفين العجينة طرية جدا، بالراحة عليها. هنعملها ده بقى على شكل دايرة، ونشوف شكلها هيطلع حلو معانا ازاي. انا بحب فطاير الزعتر دي جدا. هنخليها طبعا على ورق زبدة عشان نقدر نحركها. نبدأ نعمل الحركة دي من على الحرف زي الشمس كده، تطلع شكلها حلو. بعدين نحط عليها الزعتر مع زيت الزيتون، نبدأ نفرده فردة حلوة كده. الزعتر ده بيبقى مضاف له ملح اوريدي، فمش محتاج ملح. هندخله الفرن. هنعمل واحدة كمان بحشوة مختلفة، هنعملها بحشوة الجبنة الموتزاريلا مع الزيتون. طبعا احنا ممكن نستخدم اي حشوات احنا بنحبها، ممكن بطاطس مهروسة مثلا. هنبدأ نقفلها بنفس الطريقة، ونقفل من الجناب، وهنخبزها في فرن درجة حرارة 200 زي ما حضراتكم شايفين شكلها في الفرن اهي بدأت تحمر. لو ما احمرتش بنشغل عليها الشواية آخر 5 دقايق. شايفين شكلها حلو ازاي؟ لسه ما اتحمرتش على الآخر. ده شكلها لما اتحمرت وطلعت من الفرن. ما شاء الله عليها، ريحتها قلب الدنيا، طعمها جميل جدا. جربوا الطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم فيها. فطاير هشة ولذيذة وحشوات مختلفة، هتعجبكم أوي صدقوني. ما تنسوش معاها شرايح الليمون، عصرة الليمون دي بتديها طعم حلو جدا. شايفين اللحمة والجبنة الموتزاريلا والزعتر كمان، وأهم حاجة كوباية الشاي. دي واحدة لسه طالعة من الفرن من قشة الزعتر أو فطيرة الزعتر، ودي باللحمة المفرومة. شايفين لسه بتغلي. ندهنها دهنة زيت زيتون كده أو زبدة زي ما احنا نحب. وبالهنا والشفا. أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.